السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أصدقائي الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. الإخوان ديالي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة اللي كيلعب البطولة ديال اليو 17 اللي اليوم صراحة انتصروا على المنتخب التونسي. وهذه البطولة اللي كتجرى في دولة ليبيا وبالضبط في بنغازي. اليوم البطل اللي كان اليوم هو الرباج اللي صراحة بدع وجنن المعلق في هذه المباراة هذه، والمنتخب الوطني المغربي انتصر. بديل غادي نخليكم ان شاء الله تشوفوا الملخص ديال المباراه وانتم حكموا، واعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، بارطاجيو لينا الفيديو الماكسيموم باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اخواني الاعزاء، بدون اطاله عليكم، يلا على بركه الله. يوسف بن سعيد كيلعب كره دائريه، تغطيه ممدد من المواهب. جاء هذه المحاوله على مستوى الجهه اليمنى، انطلاقه، تدخل تقريبا كان اللي كيمارس بالدوري الانجليزي رفقه فريق تشيلسي. ممتاز ابراهيم الرباج، وهناك خطا بالفعل عالي. ابراهيم الرباج كيلعب كره دائريه، تدخل الدفاع. النسخه الاخيره في الوقت كان قدم العديد من الحلول بالنسبه للمنتخب المغربي. محاوله تمريره، تدخل، تنفيذ، لعبات كره عرضيه ممتازه على مستوى الجهه اليمنى. ابراهيم الرباج وصل الكره، كيحاول يمرر داخل مستطيل العمليات، دائما فرصه التمرير. هذه فرصه تصل للاعب ابراهيم الرباج، تمريره ممتازه. ابراهيم الرباج يمكن تسديده لكن مشات فوق المرمى. محاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم الرباج، وتابعنا كيفاش كان التمرير ديال العميد مروان بن طالب اللي وضع الكره امامه، يسدد الكره مشات فوق المرمى. نتابع من جديد هذا اكيد البناء الهجومي المتميز. الرباج للعميد بن طالب يضع الكره، تسديده لكن مشات شيء ما فوق مرمى الحارس محمد دغرور. ابرز فرصه في هذه الجوله الاولى لفائده المنتخب الوطني. هذه محاوله تدخل وابراهيم الرباج يستعد للتنفيذ، لعبات كره دائريه. دي محاوله راسيه دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرصه والهدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب محمد حبيب كيوضع الكره في الشباك. استثمار محاوله واستثمار كره ثابته، الركنيه اللي تنفذت بشكل جيد، الراسيه ثم المتابعه ديال اللاعب محمد حبيب زينبي اللي تمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف اول، هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي في هذه بطوله اتحاد شمال افريقيا. المغربي كيتمكن من التسجيل. سنتابع الاعاده ديال هذه الفرصه والمحاوله. لاحظوا كانت الرأسية، تدخل ديال المدافع ريان تويرتي، ترجع الكرة ومحمد حبيب زينبي في المكان المناسب كيتمكن من تسجيل الهدف الأول. كانت الرأسية ديال آدم اللاكي هو اللي رجع الكرة. لاحظوا آدم يعني بالرأس، ثم المتابعة الممتازة ديال محمد حبيب يضع الكرة في شباك الحارس محمد دغرور. إذا نتيجة تغييرات لفائدة العناصر الوطنية. هدف أعتقد أنه يعطي ثقة للاعبين غادي منحهم على مستوى الجهه اليمنى. انطلاقه ديال ايمن الطاهري ممتازه، تمريره ولكن بالراس ممتازه لابراهيم الرباج. هذه محاوله، انطلاقه، امكانيه التمرير لمحمد احمد، فرصه دخول داخل مستطيل العمليات، امكانيه التسديد، دائما الخطوره، فرصه تدخل وابعاد الكره. يحاول انه يوصل للكره لكن تدخل الدفاع من جديد لابراهيم الرباج لفائده المنتخب المغربي. ترفع الكره في القائم الثاني، فرصه تدخل الدفاع المنتخب التونسي. يوسف بن سعيد كيرفع الكره، خروج الحارس. هذه فرصه، انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى، تسديده ممتازه وتدخل الحارس. نتابع من جديد تسديده ادم بوغازير وتدخل تمريره لكن الكره اقرب للحارس ادم معه على مستوى الوسط. لاحظوا التقدم ديال ادم سودي، يسدد ممتازه لكن مشات بعيده شيء ما. ادم سودي يسدد. هذه محاوله بواسطه لاعب ابراهيم الرباج. ابراهيم تصل لإيليا الحديدي، ممتازه داخل مستطيل العمليات، تدخل شرط داخل مستطيل العمليات، يلعب كره طويله بالفعل تلعبات. هذه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، كانت تمرير لكن الكره المغربيه اللي السنوات الاخيره حضور متميز على المستوى العربي، على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. دي محاوله لبحث امكانيه التمرير. 7 ديال اللاعبين الان في التشكيله الرسميه اللي كيلعبوا بمختلف الدوريات الاوروبيه، مع 4 ديال اللاعبين محليين. هذه فرصه، محاوله البحث عن امكانيه التمرير لكن التغطيه ديما بنفس الطريقه.
كره غتكون طويله داخل مستطيل العمليات، البحث على الراسيه، اعتقد الركنيه ولا ديال سعيد للتنفيذ. صعود ادم السودي، صعود اللاعبين، هذه فرصه راسيه، تدخل الدفاع، حاولت كره ما خرجتش لابراهيم الرباج. ممتاز الرباج. هناك خطا بالفعل، خطا اعتقد يستحق البطاقه. تابع من جديد، مراوغه ممتازه. اكيد الامكانيات التقنيه لابراهيم الرباج. بسرعه يوسف بن سعيد يحاول يرفع الكره، لازم التغطيه. كانت خطيره هذه الفرصه للمنتخب التونسي في هذه الجوله الاولى. نتابع من جديد يوسف بن سعيد رفع الكره. لاحظوا انسلال ديال اللاعب اسلام هلاوي انه كان امام المرمى، حسن الحظ بان الكره ديالو مشات بعيده. نتابع من جديد كيفاش انه نسل خصوصا. نعم، وهذه تحسب سواء لوليد بن صلاح وكذلك اللاعب مروان بن طالب. محاوله داخل مستطيل العمليات، الحكم كيقول ضربه، هو اللي كيستعد للتنفيذ. لعبت الكره دائريه، الكره تمر من امام عدد من اللاعبين. ايمن الطاهري لهذه الجوله الاولى من اللاعبين. انس طريمش البحث عن امكانيه التسديد، لكن كره بعيده خارج، لكن الكره ديالو مشات بعيده على مرمى الحارس ادم معاش. حتى الان بنفس المجموعه بنفس التركيبه في انتظار التغييرات المنتظره. تعطت الملعب الحكم فطلب مواصله اللقاء. هذه محاوله، هناك خطا الحكم المساعد رفع الرايه. نتابع من جديد المحاوله ديال المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان امام محمد احمد مستاش، حكم على الخطا و البطاقه. اذا غادي تنفذ هذا الخطا. لعبت الكره دائريه، محاوله فرصه، لكن الراسيه مشات فوق المرمى. محاوله لعبات بطريقه ممتازه من طرف اللاعب إليان حديدي. لاحظوا الانسلال ديال ادم اللاكي، ولكن الراسيه ديالو يعني ادم بوغازير. تمريره، فرصه بواسطه لاعب بوغازير، كره تتم بالعارضه. لاحظوا التمريره ممتازه من إليان حديدي. تابع هذه المحاوله الحارس واللي تالي كيحاول نجاح تومي نعطيه دفعه قويه على مستوى وسط ميدان. جبريل فيليب للوطن المغربي، تمريره لكن ما وصلتش الكره لابراهيم الرباج. إليان حديدي بحث على ابراهيم الرباج، توصل الان بالكره على المستوى الجنوبي امامه محمد منصف تيتي. تمريره والكره في خارج ارضيه الملعب. بحث اليوم يعني كمدرب بعد ما حرز بعد المنتخب الاولمبي الميداليه البرونزيه. هذه محاوله، لكن التمريره كانتش تمريره العرضيه وتدخل ممتاز لادم لاكي. إليان حديدي مرتد هجومي الان، كيقول كره طويله بالراس. دي محاوله، لكن التغطيه الدفاعيه موبي. ابراهيم الرباش ودي يعمل ابراهيم محتفظ بالكره، يسدد لكن التسديده ما كانتش بالقوه. كان بامكانه يمرر في محاوله البحث عن امكانيه تسديده، ولكن من جديد ما كانش بالقوه. وليد بن امام المرمى. لاحظوا وليد بن صلاح لإليان حديدي. ثلاثه ديال المهاجمين بامكان استثمار هذه الفرصه وهذه المحاوله بواسطه اللاعب ادم بوغاريز. دائما محاوله تسديده من إليان حديدي والكره مشات فوق المرمى. محاولة أخرى لفائدة العناصر الوطنية كان بإمكان استثمارها وإضافة هدف ثاني. آدم بوغازير اللي توصل بالله. وليد بن صلاح بإمكانه يرفع الكرة. محاولة يعني كانت المتابعة ديال العناصر الوطنية. لاحظوا التمريرة، الوقت اللي يعني إليان حديدي بغى يمشي رفعت الكرة. محاولة خطيرة هذه المحاولة، خطير على المستوى الجنوبي. تمريره، الكره بالكعب في الوقت الحكم المساعد رفع الرايه. حكم المساعد رفع الرايه والمغرب. هذه محاوله لفائده العناصر الوطنيه بواسطه اللاعب اسماعيل العود. كيمرر فرصه، تدخل الحارس، مرتده سريع لفائده المنتخب التونسي. حذاري من هذه المحاوله. مرات من امام المرمى بواسطه اللاعب محمد عثمان بن حسين. المنتخب الوطني المغربي بواسطه ابراهيم الرباج وتدخل الحارس محمد دغرور. ثم بن سعيد كيرفع الكرة في القائمة الثاني الرأسية، لكن التغطية حاضرة من طرف محمد حبيب زينبي.
كيبعد التونسي. يمكن باقي الانديه ما كانش هناك يعني نتائج قويه. هناك وضعيه تسلل واضحه، وضعيه تسلل على اللاعب محمد عثمان بن حسين. قلت بان باستثناء الترجي التونسي خصوصا مشاركته كذلك هذا الموسم على مستوى دوري ابطال افريقيا تمكن من الفوز والتاهل لدور نصف النهائي. ثاني هو الممثل الوحيد للكره التونسيه على المستوى الافريقي، مستوى الجهه اليمنى بواسطه يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد شو يعمل لكن التغطيه حاضره. ادم سودي لإليان حديدي. إليان التمريره ديال إليان مشات بعيد، بحث على ابراهيم الرباج. كره خارج ارضيه الملعب. اذا شرط بدايه المنتخب التونسي انس طريمش. يعني ذلك يلعب بالدوري البلجيكي. هذه محاوله لفداء المنتخب التونسي، تدخل والكره في الركنيه. كره في الركنيه. ينيس زريده يعني فريق كوكتري البلجيكي. لقد ديال ابراهيم الرباج مرتد سريع في ذات المنتخب الوطني المغربي. تدخل وابعاد الكره للركنيه. كانت محاوله بواسطه لاعب اسماعيل عود اللي انطلق في الجهه اليمنى. لاحظوا المرتد السريع ممتاز ابراهيم الرباج يمرر، لكن العوده ديال يوسف بن محمود اللي تمكن انه يبعد الكره. إليان حديدي. إليان حديدي كيلعب كره في القائم الاول راسيه. تدخل الدفاع دائما في ذات المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب إليان حديدي. مراوغه ممتازه لبحث الامكانيه التمرير. تدخل، هذه فرصه. اسماعيل حاول انه يراوغ، لكن تدخل الدفاع ديال المنتخب التونسي والكره التونسيه. هذه محاوله ممتازه بواسطه لاعب ابراهيم الرباج قام بكل شيء. الرباج تدخل الحكم كيقول لمسه يد في الوقت اللي كان هناك المطالبه بالخطا وبضربه جزاء. حكم لاحظوا المراوغه الاولى ثم الثانيه ثم المراوغه الثالثه. ثلاثه ديال اللاعبين. الحكم شاف بان كان هناك لمسه يد وبالتالي ما اعلنش على خطا، وبالتالي كانت هناك مطالبه بضربه جزاء. محاوله بدايه المنتخب الوطني المغربي بواسطه رامي. الحكم لم يعلن شيء. كان هناك المطالبه بالخطا وبضربه جزاء على رامي لقمان اللي دخل خلال هذه الجوله الثانيه. كانت محاوله لفداء العناصر الوطنيه من اجل اضافه هدف ثاني، لكن الحكم لم يعلن شيء. نتمنى نشوف يعني الاعاده لهذه الفرصه لفائدة المنتخب الوطني المغربي. مساندة يمرر عند محمد حبيب زينبي. مرة أخرى إبراهيم الرباج. هذه فرصة ومحاولة لكن كانت طويلة شيئا ما من إبراهيم الرباج، وهذا اللي يعني سمح الانطلاقه ديال لاعب حمزه الشلالي. توصل بالكره حمزه الشلالي. شنو يعمل حمزه داخل مستطيل العمليات؟ كيبحث على المسانده. كيمر عند اسماعيل العود. مره اخرى عند اللاعب حمزه الشلالي. رفع كره راسيه. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه رامي لقماني كيرمي بالكره في الشباك الحارس محمد غرور. طريقه ممتازه، تمريره من طرف حمزه شلالي والمهاجم رامي لقماني كيوضع الكره في الشباك بطريقه ممتازه. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي تحدثت على ان كان بامكان العناصر الوطنيه تخرج بنتيجه كبيره خلال هذا المباراه. تابعنا العديد من الفرص والمحاولات اللي لم يتم استثمارها خلال هذا اللقاء، فكتجي المحاوله والتمريره من طرف لاعب حمزه الشلالي. سنتابع من جديد حمزه الشلالي. ما كاينش وضعيه تسلل بتاتا للمهاجم رامي لقماني. وضع الكره بطريقه فنيه وبطريقه ممتازه، وضربه راسيه وضربه هوائيه وارتقاء ممتاز وهدف جميل صراحه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. جوج الاهداف لا شيء. الهدف كيجي في الوقت بدل الضائع اللي كيأكد انتصار المنتخب الوطني امام المنتخب التونسي في اول ظهور. اصدقاء ديالي خوتي المغاربه العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش حركوا لنا داك اللايك وتبارطاجيو لينا الفيديو الماكسيموم باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه ما فيها باس، كل واحد فيكم شاف القناه ديالنا يحاول يشترك في القناه ويفعل الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بجديدنا.
خوتي المغاربه العزاز، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف كيف العاده. كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم والسلام عليكم ورحمه من الله وبركاته.